ركز معايا في المضارع، عندنا 3 فرق وبنقول عليهم ايه؟ مجموعات. يبقى اول حاجه المضارع، اول ما اقول لك المضارع افتكر ان هو المضارع بيتكون من 3 فرق، 3 مجموعات. المجموعه الاولى يبقى في بقى المجموعه الثانيه، يبقى في المجموعه الثالثه. طيب يبقى المضارع 3 مجموعات. افعال الفرنساوي دي كلها، افعال الفرنساوي اللي انت شايفها دي كلها، يحب، ياكل، يذهب، يعمل، محطوطه في 3 مجموعات. مجموعه اولى، مجموعه ثانيه، مجموعه ثالثه. يعني من الاخر ممكن نقول 3 عائلات. من الاخر ممكن نقول 3 فرق: اهلي، زمالك، اسماعيلي مثلا. المجموعه الاولى الاهلي مثلا. الاهلي ده عنده ايه؟ الاهلي ده عنده شويه افعال معينه. فعلا المجموعه الاولى عندها شويه افعال معينه، عنده شويه لعيبه معينه. يعني يبقى الاهلي فعلا معروف باللعيبه بتاعته. حلو. طيب بيتصرف بطريقه معينه، ليه طريقه معينه بنتعامل معاه بيها. المجموعه الاولى اللي هي افعال المجموعه الاولى. حلو. الاهلي برضو ليه خطه لعب، ليه طريقه، ليه مدرب، وهكذا. طيب ليه علامه مميزه كمان. يعني الاهلي تمام كده ليه علامه مميزه. المجموعه الاولى لها علامه مميزه. هتقول الاهلي ليه علامه مميزه ايه؟ بيلبس تيشيرت احمر مثلا، فهو معروف باللون الاحمر، مثال يعني. تمام. فانت عارف ان الاهلي اول ما تشوف الاهلي هو الاحمر، مثال. طيب يبقى دي علامه مميزه. طيب عكسه الزمالك اللي هي المجموعه الثانيه، عندها شويه افعال معينه، اللي هي شويه لعيبه معينه، عندها مميزات معينه وطريقه معينه، بيلبسوا ابيض مثلا كده يعني. الاسماعيلي اللي هي المجموعه الثالثه عندها شويه افعال معينه، يعني شويه لعيبه معينين بيلبسوا اصفر، فليه طريقه معينه كعيله مع بعض. بس كده انت فهمت يا صديقي. يبقى المضارع 3 اجزاء، 3 مجموعات، 3 فرق. شكرا. تعال بقى نشوف المجموعه الاولى اللي هم شويه افعال تحت مسمى المجموعه الاولى، بعد كده شويه افعال مع المجموعه الثانيه، شويه افعال مع المجموعه الثالثه. ايه المطلوب منك؟ ايه؟ تعرف مين شويه الافعال دول. يبقى انت خدت المجموعه الاولى، مطلوب مني ايه؟ اعرف مين الافعال دي وبيحصل فيهم ايه، او بيتعامل معاهم ايه، او بنتعامل معاهم ازاي في الامتحان. بس شكرا. هي كل فعل اخره ار. المجموعه الاولى هي كل فعل اخره اي ار. يبقى اول ما تشوف الفعل في الفرنساوي اخره اي ار، اخره حرف الاي ار، يبقى ده مجموعه اولى. وعلشان اصرفه احذف الاي ار واحط النهايات، وعلشان اصرفه احذف الاي ار واحط النهايات. بص، بارلي، بارلي يعني يتحدث. اول حاجه ان الاي ار لو انت فاكر من اول محاضره كانت بتتنطق ايه، فما تقولش بارلير بارلير، لا، بارلي بارلي بارلي، يتحدث. طيب اول ما تعمل بقى عايز تصرف الفعل، عايز تصرف الفعل احذف الاي ار وحط النهايات دي. اول ما اقول لك نهايات المجموعه الاولى تبقى لازم حافظ دي. يبقى انت تحفظ اول واحده. المجموعه الاولى مين يا حبيب قلبي؟ هي كل فعل اخره اي ار، ولما احتاج اصرفه احذف الاي ار واحط النهايات. طيب انا هديك تريكايه يعني ايه اصرفه. انت بقى شرحت لي وقلت لي الورقه واديتني تمام وعمال ترغي على قلبي بقالك ساعتين في المحاضره دي. طيب يعني ايه اصرفه؟ بص يا عم، فعل بارلي يعني يتحدث. فعل بارلي يعني ايه؟ يتحدث. انزل تحت مثال اهو. اول فعل من افعال المجموعه الاولى اخره اي ار، يتحدث. طيب انت عايز اقول انا اتحدث، انا اتحدث، انا اتحدث. طيب حلو. هينفع تقول جو بارلي؟ ترجم انت بالله عليك، بالله عليك او بالله عليك ترجمي. جو يعني انا، بارلي يتحدث او يتكلم. انا يتحدث، انا ينفع اقول انا يتحدث؟ ما ينفعش. طيب عايز تقول مثلا نحن، نو، هينفع تقول نحن وبعد كده بارلي؟ نحن يعني الفاعل، نحن يتحدث، نحن يتحدث، غلط. طيب بص 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 بص، عايز تقول فو، عايز تقول فو يعني انتم، انتم بعد كده فعل يتحدث. ينفع تقول انتم يتحدث؟ لا، مش ماشيه مع بعضها خالص. يبقى هي دي حته تصريف الفعل، تقطيع الفعل. تصريف الفعل يعني ايه؟ بتقطعه لكذا شكل مع كل ضمير يديك معنى صح. بس يعني بتقطع الفعل ده لكذا شكل، تحط الشكل لكل ضمير، كل ضمير لشكل، كل ضمير لشكل. مثال هنا مثلا بنحذف الاي ار مع الجو، نحذف الاي ار ونحط الاي. معناها بدل ما اقول جو بارلي انا يتحدث، بقت معناها ايه؟ انا اتحدث. طيب مثال مع النو مثلا اللي انت كنت عايز تعملها، بنعمل ايه؟ بنحذف الاي ار وبنحط الاو ان اس، بنحط الاو ان اس اللي هي حاجه اسمها النهايات. مع مين؟ مع النو. هنا كان معناها نو نحن يتحدث، فما ينفعش خالص. ايه نحن يتحدث دي؟ غلط. نحن نتحدث. يبقى لما تشيل الاي ار وتحط الاو ان اس
نحن بارلون، نحن نتحدث، نتكلم. جميل. vous يعني أنتم، parler أنتم تتحدثوا، أنتم تتكلموا. سهلة جدا جدا جدا، مفيهاش أي مشكلة. كده أنت فهمت يعني إيه تصريف الفعل. عشان لو دخلنا على طول نصرف الفعل، يعني إيه تصريف الفعل؟ يعني جميل، أنا عمال أشرح يعني إيه تصريف الفعل يا جدعان. هو ده تقطيع الفعل لكذا شكل وتحط شكله مع كل ضمير يديك المعنى بتاع الكلام الصح. حتى وانت بتقرأ او بتترجم فيما بعد هتكون منشكح ومبسوط علشان انت فهمت الطريقة الصح. كده انا خلصت كل الرغي تقريبا، هشرح بس، هديك كل فعل بقى واطبق عليه بس. انت عمال تقول لي مش هتبطل ترغي، انت بترغي يا عم. عشان افهمك يا صديقي. يبقى عملنا ايه في المجموعة الاولى؟ حذفنا الاي ار. حلو، عايزين نصرف الفعل نحذف الاي ار ونحط النهايات. نهايات المجموعة الاولى اهي، احفظها بقى زي عينيك، احفظها زي اسمك علشان دي سهلة ومهمة جدا. حرف الاي، اي اس، اي اس، اي. مش فاهم؟ لما بتحذف الاي ار بتحط الاي مع الجو، بتحط الاي اس مع التو، بتحط الاي بس مع حرف ال والال والاون، مع ال والال والاون. الاو ان اس تحطها مع النون. الاو زد بتحطها مع مين؟ مع الفو. الاو ان تي بتحطها مع ال والال الجمع عشان تبقى انت فاهم. بس بحكي لك الحكايه من الاول اهو. طب عايز اغنيهم يا ميسيو زي ما انت بتغنيهم بطريقتك اهو، احفظهم. او اس، او بس، او اس، او بس، او ان اس، او زد، او ان تي، او اس، او بس، او ان اس، او زد، او ان تي. جميل. طيب افعال المجموعه الاولى زي مين يا ميسيو؟ اهو سهلين قوي. ايمي يتكلم. لا، ايمي يعني يحب. ايمي يعني ايه؟ يحب. فانت تركز عشان حد كان بيقول لي برضو السنه اللي فاتت دايما ايمي يعني يتكلم. يتكلم ايه؟ ايمي يحب. بارلي يتكلم او يتحدث. الي يذهب. يفضل يعني بريفيري. يلعب يعني جوي يلعب. وكلهم في الاخر اي ار، والاي ار بتتنطق ايه، فانت الموضوع بالنسبه لك سهل. طيب يا ميسيو مثال بالله عليك خلينا افهم كده وبص، وعايز بقى ابقى شاطر في المضارع زي ما انت بتقول بقى كده. ماشي. اول فعل عندنا فعل بارلي يعني يتحدث. عايزين نصرفه، هتعمل ايه؟ احذف الاي ار واحط النهايات. بس حذفنا الاي ار، نزله بقى هنا كده مع مين؟ نزله لحد هنا مع مين؟ اهو مع الضمائر. اكتب الضمائر بتاعتك اهو، نزل اللي فاضل. هنكتب الضمائر اهو، كتبنا دي، كتبنا دول، حطيناهم. نزلنا ده دول الضمائر، نزلهم عادي. جو، تو، ال، اون، نوفو، ال وال اخرها اس. شكرا، حطيناهم. طيب حذفنا الاي ار، نزل بقى بارل لحد حرف ال، 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 لحد حرف ال. بعد كده احط النهايات. حذفنا الاي ار وحطينا النهايات. مين النهايات؟ اهي اي، تمام اهي اي اس. تمام، غنيها بطريقتك بقى. حاضر. او اس، او بس، او ان اس، او زد، او ان تي. بس شكرا. طيب عايز انطق بقى، انا كده فهمت تصرف الفعل. حذفنا الاي ار وحطينا النهايات مكان الاي ار مع كل ضمير ليه نهايه معينه. عايز اترجم انطق واترجم. سرع الفيديو لو ايه حاسس ان الريتم بطيء اهو، عادي. حتى لو انت مزنوق مفيش اي مشكله. في ناس كتير كانت بتعمل كده وكانت بتوصل لاحسن نتيجه وقفلت الامتحان. طيب جو بارل. حرف الاي ما بيتنطقش. طيب tu بارل هتقف عند حرف ال برضو. الاي اس ما بتتنطقش. il وال وon بارل يبقى الثلاثه زي بعض. بارل. ترجم. حاضر. جو بارل انا اتحدث، انا اتكلم. tu بارل انت تتحدث او تتكلم. il بارل هو يتحدث او يتكلم. ال بارل هي تتحدث او تتكلم. اون بارل نحن نتحدث او ايه نتكلم. ولو تاخد بالك ال بتساوي الاون. اي حاجه بقى في خلال المنهج جايه، اي حاجه مع ال، اي حاجه مع ال، مين هيبقى شبههم؟ الاون. حلو. نو بارلون. بص دي افتكرها ان هي شرق عشان تنطق صح. بارلون. بص الاو زد بتتنطق ايه الاو زد بتتنطق ايه، تبقى فو بارلي. افتكرها ان هي غرب، يبقى دي شرق دي غرب. بارلون بارلي. بتنجانون بتنجانيه.
شمالون شماليه، سعيدون سعيديه، هي دي النو والفو. اون اي زيتون زيتي، والله مش بهزر. بارلون بارلي، اي حاجه مع النو والفو تمام، في كل الافعال بتاعت كل المجموعات. طيب الاو ان تي بقى، الاو ان تي ما بتتنطقش، بتتكتب بس. الاو ان تي ما بتتنطقش، فهتلاقي ان انت هتنطق لحد حرف ال، تبقى il parle elle parle بس. هم يتحدثوا، هن يتحدثن. طب هنا نحن نتحدث، انتم تتحدثوا. شكرا 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 شكرا.